النهارده انا هكلمك عن موضوع مهم، هو شروط زواج الاجانب في مصر، وايه هي الاوراق المطلوبه لاتمام الزواج. انا ادهم المصري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. شروط زواج الاجانب في مصر هي اول حاجه ان السن لا يقل عن 18 سنه، وما يزيدش فارق السن ما بينهم عن 25 سنه. طب لو زاد فارق السن عن 25 سنه، ساعتها الزوج بيعمل ايداع في البنك بمبلغ 50,000 جنيه للزوجة. تاني حاجة، لابد ان يكون للزوج الاجنبي اقامة سارية في مصر. تالت حاجة، حضور طرفي عقد الزواج اللي هم الزوج والزوجة امام موثق الشهر العقاري بمكتب توثيق الشهر العقاري الكائن مقره في مبنى وزارة العدل الجديدة في لازوغلي. طب ايه هي الاوراق المطلوبة؟ اول حاجة، جواز سفر يكون ساري، والبطاقة الشخصية للزوج المصري برضو يكون ساري. تاني حاجة، شهادة عدم ممانعة، ودي بتطلع من السفارة التابع ليها الزوج الأجنبي مصدق عليها من الخارجية للدولة اللي تابع ليها الزوج. تالت حاجة، شهادة بيان الحالة الاجتماعية أو بيسموها شهادة البيانات، بيكون مكتوب فيها كل البيانات بتاعت الزوج، الاسم، السن، وكل ما يخصه من ديانة وحالة الاجتماعية وعنوانه ومحل إقامته، كل البيانات بتاعته. بعد كده عندي شهادة الفحص الطبي، ودي بتحتاج 6 صور شخصية وبتطلع من أي مستشفى حكومي، بيتحط عليها طابع ب50 جنيه. وعندي بعد كده شهود، 2 شهود لا يقل سنهم عن 21 سنة، أهم حاجة يكون جنسيتهم مصريين. ولو الزوج أجنبي وما بيتحدثش اللغة العربية، يبقى لازم وجود مترجم أثناء إبرام عقد الزواج.